كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب تلفزيون أسنا باربسات بادر 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبنيش لتتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم. حيثما متنسيتنا يوم 8 يناير سنة كل 1010 وكل جمعتو كان يوم كنا سيوب قلنا أنبت أخبارك لقرأ لكم كسلف أرس أخبار. ديب تقرايت معسكرات إريتريين لاجئين أدحريش وما عيني بإيركيب دواء حد إسرى إريتريين لاجئين كموتو منظمة مجلس كران حبرتم. التحلف السنة كلي 1010 وحتيت هولندا زياد 1500 إريتريين لجوكم طلبوا تغارين إلى الدولات الشرط لبل شنغن للتبه الموقع أخبار حبرام. نابير أخبار سمت أنا حكم تفاصيل للتلالي لكم. تقليم تقراي الدواء وبعد أساسية لا تراديت إقليتي قابل هالحذر ومنع وهتلسات ببايا مدرات دي معساكر لاجين عد حريش وما عيني للورترين لاجين منهم حد إسرى نفركم موتو منظمة مجلس كران حبرتم. منظمة مجلس كرانة يوم إسرى حتى يناير بأساس لنشرة شريح بقلا لقلة عالج لا قدر أمراض أبو لا دمعوا أنفار بيركيب سراي ما يتهلو تبل حبرتم. موتنا اللوم حد إسرى لقبورترين اتقبت ورح وسليتا سود فتكم هليت اندي حبرت لمنظمات اتمعساكر لعليا عيادات بإيركيب دواء من أسلافات اللي ورح يناير كم دبايا ولا مسألة بشفاق حلول إيركبت من قبي دي معساكر لاجين التقراي للورترين زياد مدرة قل تعري أبوهم كمتو يونايت HCR حذرت الليتم. التحلف السنة كل 1010 وحتى هولندا زياد 1500 إريتريين لجوكم طلبوا تغريرنا إلى دولة الشرات لبل شنغن للتبه الموقع أخبار حبرام. بأساس لا تقدم تغيير التحلف السنة كل 1010 وحتى أسك هولندا لجولا قدموا إريتريين 1507 وسيسة قبوم منا دي بهولندا لجوء لا قدموا مواطنين لتفنات دول إريتريا 5 درجات كم تترتب من أولي تسكرا بعيد دولة هي سوريا أفغانستان تركيا ويمن كم لترتبا لتركبت حبرت أفهم أنبل الليما دي بسنة كله 1010 وحتى بهداي ومتكم كمعائلات 58 إريتريين هولندا كم أتو تأمرام اللي كنا تنتو دي دولة نرويج لجوء سياسي تطلبوا دي با دولة نبرل علو ودي مناسبات حكومة الشعبية لشاركوا السكرة رياقل الترزو ستات فاقركم هلا لتأمرم. حيثما تنسيتنا باليوم دولي على أخبار دي بالله تم هلام.
مثل كرنسيوب كل لكم حيسام ما تنسيتنا يوم كلوتم ودن طبقنا ما طعمكم اللي نام سلف جالية إريتريا دي بالقاهرة مناسبة 9 سنة من ذكرى عملية تسيح إسراء وحتى يناير سنة 2010 أرترين ناشطين لوضع مناسبة لقصص موضوع قل نقدم لكم توم قال موضوعنا قضيتنا سياسة مقضية وجود تحنتيلة بلاريس مثل أستاذ محمد نور شمسي أستاذ الحسن إبراهيم جميع وأستاذ إبراهيم عمر لا قبت مقابلة ولا كفال متابعتكم دي بينسي أبقى ولا برنامجنا أقلنا بيت كيرن سأيوب مرحبا بكم حيثما تنسيتنا مناسبة 9 سنة ذكرى عملية تسيح يوم 10 وحتى يناير سنة 2010 جالية إريتريا دي بالقاهرة لوديت مناسبة لكسس موضوع أستاذ أحمد أبو إبراهيم يقول لك قدم وقلناته متابعتكم إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقامت الجالية الإريترية بالقاهرة مساء الجمعة 21 من يناير الجاري أمسية لإحياء ذكرى فورتو 21 يناير 2013 بقيادة الشهيد سعيد علي حجاي ورفاقه. تحدث في الأمسية السيد محمد نور شمسي عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي صاردا الشعور الوطني العميق الذي كان الدافع لمن قام بالخطوة من أجل تخليص الشعب من قبضة المعتوه الذي عاد البلاد إلى العصور الظلامية وأهدر قيمة إنسانها شارحا الدور المساند والمؤيد للخطوة والذي كان واضحا من قبل كل أطياف الشعب لعملية فورتو البطولية حيث إنها أعادت التلاحم الوطني وذلك أعظم الدروس المستفاد منها وذلك برغم إنها لم تكن لها نجاح مؤكدا أن الشعب الإريتري دائما هو شعب المفاجأة فقد يستكين ليهل ولكنه ينتفض للحظة لو لم يكن هو ذلك الصبور المستكين فقد رأيناه في الضياء في فورتو وفي الضياء إن أبطال التاريخ هم الذين يضحون من أجل قضيتهم. وذكر العضو التنفيذي السيد محمد نور شمسي عضو المجلس التنفيذي للمجلس الوطني إن ذكرى فورتو تزيدنا همة وعزما على أن لا نيأس وأن أيام الاستبداد لن تطول وأن الأرض الإريترية تظل منبع الرجال والبطولة على مدى الزمان وكل ما تهيأت الظروف كانوا على موعد هكذا كان عواته وهكذا كان وضع علي والقادمون أكثر وأقوى إن شاء الله. كما تحدث في الأمسية الصحفي الإذاعي عمر أبيب باعتباره شاهد أعيان في تلك الفترة حوالي ما شاهده في ذلك اليوم وما توفرت لديه من معلومات منوها بأن هناك الكثير من أسرار هذه العملية لم يذكر حتى الآن وأن هناك أيضا أشخاص مؤثرين لم تدرج أسمائهم ضمن الأسماء المنتشرة في الميديا وهناك أسماء تنقل خطأ على الميديا مثل اسم العميد محمد نور على تداول باسمه حامد نور متداولا اسمه حامد نور. أيضا الكثيرون لم يذكروا المناصب والرتب الذين شاركوا في العملية كما أن هناك أسماء لم تشارك في العملية لا من قريب ولا من بعيد وأدرجوا ضمن الذين شاركوا موسيا كل من لديه معلومات حول ذلك اليوم أن يوثق قدر المستطاع بكل صدق وأمانة. كما تحدث في الأمسية الأستاذ أحمد إبراهيم الذي أكد في حديثه أن المرحلة القادمة هي مرحلة جمع الصفوف والتخلي عن الإطار الحزبية والجهوية الضيقة وأن على الكيانات والأحزاب الوطنية العمل على حفاظ على مظلة المجلس الوطني وتقويتها وتعجيل كل الجهود الأخرى لما بعد الوصول إلى الدولة الوطنية المنشودة التي تسعى الجميع. أيضا كما تحدث في إذاعة الإطار الأستاذ آدم أباري وصالح نور والحسن إبراهيم جمع والمهندس عمر آدم والأستاذ محمد إبراهيم والدشيخ وغيرهم مؤكدين أن التغيير الحقيقي لن يأتي إلا من الداخل وللمجتمع الإريتري في الخارج لا بد له أن يخلق طرق متعددة ومبتكرة للتواصل مع الداخل والسعي الجاد من أجل زرع الثقة بين مكونات المجتمع الإريتري. وفي الختام وضح
الأستاذ محمد نور شمسي عضو المجلس الوطني في التنفيذي في تطور مستمر دائم، وأنه سعى لتوسيع مشاركة كل الفئات الإريترية. أن المجلس الوطني في تطور مستمر دائم، وأنه سعى لتوسيع مشاركة كل الفئات الإريترية، وتجسد ذلك تم مؤخرا إضافة 4 مكاتب جديدة للتنفيذية، والتي كان من بينها مكتب الشباب الذي شغله الأخ المناضل محمد نور شمسي وحسب تعبيره. والهدف هو أيضا رؤية الشباب في صناعة العمل الوطني العام والاستفادة من طاقات الشباب ليكون صوت الموجة للمرحلة القادمة، لأن القصور الذي اعترى العمل الإريتري المقاوم في كثير من مراحله كان عدم وجود مظلة جامعة تشرك جميع الفئات والاتجاهات، وأن علينا جميعا أن نحافظ على هذه المظلة مظلة المجلس الوطني، والسعي من أجل أن تكون الصوت الديمقراطي المعبر عن نداء الشعب الإريتري والمنبر الشرعي له. إن أبطال التاريخ هم الذين يضحون من أجل الحرية لشعبهم. أبطال الجيش الشعبي لم تستكن ولم تهادن ولم تهدأ عندما انحرف إسياس أفورقي ومجموعته على الأهداف التي من أجلها ضحوا. كانت من أجل أن يعيش الشعب الإريتري تحت ظلال دولة القانون والدستور، دولة الكرامة والحرية، دولة العدالة والمواطنة. لكن إسياس أفورقي انقلب على كل هذه الأهداف وتحول إلى مستبد طاغية يقتل ويسجن ويدخل الأجيال الجديدة في الحروب العبثية. لهذا قامت عدة محاولات من أجل تغيير هذا الواقع، ابتداء بحركة الجيش وتبعتها حركة جرح حرب التحرير مع حبار الذين صفوهم بدم بارد ولم يستكينوا، كانوا مجموعة المثقفين، وتبعتها مجموعة 15 القيادة التاريخية للجبهة الشعبية، وكانت أقوى محاولة بقيادة العقيد الشهيد القائد علي حجاي يوم 21 يناير 2013. هذه المحاولة التي سميت بفورتو حركة تصحيحية كانت أقوى حركة داخل الجيش الشعبي، داخل الجيش الإريتري، من أجل إعادة الكرامة للشعب الإريتري، من أجل دولة القانون والدستور، ولكنها أجهدت. رغم ذلك إريتريا ولادة، والمحاولات حتستمر من أجل اجتساس هذه العزابة الظلامية بقيادة السياسة أفورقي وبناء دولة إريتريا للإريتريين، دولة القانون والدستور. التحية لكل المقاومة، فصائل المقاومة في الساحة الإريترية. يجب أن نرص كل المقاومة بكل مكوناتها التنظيمية والحزبية والحركية تحت ظلال المجلس الوطني من أجل اجتساس هذه العصابة وإسقاطها وبناء دولة إريتريا للإريتريين، دولة القانون والدستور. وحتى ما يتم يجب أن نأجل برنامجنا الحزبي أو التنظيمي أو الحركي، وكلنا نعمل تحت إطار مظلة المجلس الوطني وننفذ برنامج المجلس الوطني حتى يتم إسقاط هذه العصابة وبناء دولة القانون والدستور. كيرن سأيوب. كي نبرة وكي منبرو، كي نبرة وكي منبرو، آسف مدون كله والسم زرو سترو، والسم زرو سترو.
كمس الحزان ودي حنطيق الرول نبر يا سنيت السئين ديبي مدرول هلا كمس الحزان ودي حنطيق الرول نبر يا سنيت السئين عند الحزاك السارو وتآثارات لسعين مثل سبقو ودارو أصبح يكون أمسي كي نبرة وكي منبرو كي نبرة وكي منبرو آسف مدول نكهلو والسم مدروس الترو والسم مدروس الترو والكامدرون الأمر ولا مدر أبهو دي بحسابه القتي إلا اللي انت تحسبه والكامدرون الأمر ولا مدر أبهو دي بحسابه القتي إلا اللي انت تحسبه ابعنتاتو لريا يلعقب لبو وانت نوسكا ريو مذر الامر وسو كي نبرة وكي منبرو كي نبرة وكي منبرو آسك مدول نكهلو والسب مدروس الترو والسب مدروس الترو ديبي مدرول هلا كمس الحزان ودي حنطيقروا لنبر يا سنيت السئين ديبي مدرول هلا كمس الحزان
والدين حنتي طروا لنبر هجيا سني جلسين عند الحزاق السارو وتأثر نسيم نسل سبقو ودارو أصبحي كون أمسي كي نبرة وكي منبرو كي نبرة وكي منبرو آسف مدون كله والسم دروس الترو والسم دروس الترو كيرن سأيوب مرحبا بكم حسام من تنسية كرين سيوب يومتي قضية سياستها وقضية وجود حنتيرة بالرئيس مثل الأستاذ محمد نور شمسي، الأستاذ حسن إبراهيم جميع، وأستاذ إبراهيم عمر مقابلات اللي تهلقناكو ثالث الأستاذ محمد نور شمسي قلن بدو أستاذ محمد نور شمسي لعنوان اللي كاتب بعنوان قلنا بدو وكبد اللي يعني بجهز على نحرس نقدر، لكن ثالث أي نفر ذاك منصبه وأقام بدي بشكل فأي نفر سميت بلا عرفنا ولما نسب لنا يوحكوا أتساءلنا قرنيته. ففضل أستاذ شمسي. مرحبا أهلا وسهلا. محمد نور عثمان شمسي، عضو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في التنفيذية مسؤول الشباب، ومؤسس حركة 24 مايو في الأمانة الإعلامية، ويعني مواطن إريتري مقيم في القاهرة. اللي تعريفنا يرجل معناها. نخش في الإجابة. يمكن الأسئلة لأنها كالقضية الإريتريات، يعني أنا سياسيات بحثة قلبل يقدر، يعني بحث يعني فقط، وكمان برضو قضية وجود كو برضو قلبل يقدر أنا، يعني هي قضية سياسية، جزء سياسي بديبة وأنا وجهة نظري، وجزء برضو فيها مسألة وجود يعني حقيقة، لأنه النظام يعني كما قلت أمر يعني أنكر كل حاجة تقل أنكرها، يعني أنا أمبليه لا يعني أمبليه هجيه الليل صوتي هلا أمبليه، وأمبل ثقافتي الليل أمبل أنا الإبلة حتى يحدد له من قبل قضية وجود تغيير قضية سياسية. صحيح الدكتاتورية مثلا يعني تحجم الحريات تقلق قيد بعض الحرية السياسية الاختلافية مسلو، لكن احنا أصلا كما قلنا بالديمة مجموعة عصابات أصلا بالقانون ما عندها أي أثر ضمن قانون لألبا عصابات نختطفت مدركة ثقافتك تختطف، وكم حديث ستات قوالب لا تدي بحديث توديك كمثل أردكت نسي، ويعني قلبعتها يبو
كم حدا من مواطن سواء كان مواطن إريتريا، أنا كل شعب إريتريا، لكن أنا برضو أريد كنا نسأت أردنا حكومته وكتب لك كنا قضية وجود أنت يعني النظام هي مجموعة أصحابت أنا مسؤولية وجودنا هنا لتهدد وحرياتنا للسلب نظام سبت قباء. أنا من وجهة نظري قضيتنا قضية سياسية وقضية وجود في نفس اللحظة. إبلانا. تمام أستاذ شمسي. ديب أستاذ الحسن إبراهيم جبل اللي متعدي أستاذ الحسن جبل له الرسامة لنا أول نفسك أمرنا وحقوه هني تلا الرسامة لنا مسألة ديبا متبل. طيب أولا السيد عمر أديب جيب لي دعوة قدمت كل البرنامج، شكرا لي لك قدر وقلي دعوة السايوب وبتو الدول لكم مجهود لحمدكم مفتح. أنا الحسن إبراهيم الجمع إعلامي أنا ومعلم يعني معلم. جابت لي بسؤالك أول قضيتنا نقبل شوية نفصل بنا قضيتنا قضيتنا احنا كإريتريين عموما قضية حقوق سياسية مسلوبة، يعني نظام ديكتاتوري في لحظة غفلة بلد استولى ويعني بطريقة ديكتاتورية تحكم مهدى لبلد إلا قضية احنا شعب عموما. لكن حركة قضية فئة معينة خليت قضية لا مسلمين بالنسبة لهم قضية وجودها، لأنه يعني لتضيق أكثر ديبومته يعني النظام من يوم ما لبلد استلمه يعني معلمينهم ساجنا، مدارسهم مدارس إسلامية قافلة، ثقافة ليس ثقافتهم فردا، كل الممارسات بالنسبة للمسلمين بكل وضوح هي قضية وجود. لكن كشعب إريتري مسلمين ومسيحيين وكله حقوق سياسية مسلوبة، يعني حرية التعبير إلا كل اللي تخصصته مسلمين ومسيحيين. الخدمة الوطنية الخدمات الوطنية زمانها محدد يكون يعني إلا كل اللي تخصصته. حرية التعليم، حرية التجارة، إلا كل العموم خصص دي مقدر حرها زيادة للمسلمين حقوق خاصة بوجودهم، تغيير ديموغرافي للبهل من يعني من مناطقهم عند هجركهم سكان بعد من أرض دول كمان يقول لي قضية وجوديات بالنسبة للمسلمين. ما يعني دي يعني مدارسهم اللي كان الذي يعني جنيتهم لعلهم على ودينهم تعلموا دي على زول دبا قضية وجودية. معلمين ودعاة برضو يعني اعتقال وقتل دول تبديهم برضو اللي قضية وجودية. فأنا باختصار لسؤالنا هي اللي قضيتنا دول لما نبقى نفصل بنا قضيتنا هي كل شعب يتكلم حبر هليت وقضية خاص ومظالم التمسلمين لجريت هليت فنفصل بنا باللي برأينا. تمام أستاذ إبراهيم عمر. أول نفسك تأمرنا وحقها قضية وجود وقضية سياسة ديبا شواق التأديد قلنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أولا شكرا قبل فتيق الأستاذ عمر إلى فرصة حابين نقل رأينا قبل. أنا إبراهيم عمر إبراهيم رئيس منبر خريجين دي بمصر وحاليا دي مقيم دي بمصر اللي هو أستاذ شركة. فبالنسبة لقضيتنا حتى كم سلا أستاذ حسن ذكرها سياسة ووجودها وأستاذ شمسي برضو كم سلو بلا بس أنا مقل وسك حل كم سلا أستاذ حسن لبلا يعني أستاذ الحسن حتى قضية صراع بين مكونات لسمان لبهيرات كلها مثل تقرينيات سياسة نبل سياسة اللي دي بسودان لنريه اللينات أو دي بتونس مشاكل دي ببرلمان دي بحكومات دي بانتخابات اللي تعرف لقضيتهم. لكن احنا قضيتنا من لا تعبي قضيتنا قضية وجود ده. فلا صراع حاليا دي برسيالها هلا
تقرينيا مرتفعاتها وبقيت لها مكونات. يعني الاستهداف واضحته دي بتاريخك، دي بثقافتك، دي بلغتك، دي بدينك، دي بأرضك. الاستهداف دي بليته اللي يعني سياسات من قبل بليتها في بدحناني، لكن لقيتنا ثبت وجود صراعنا وجود ثبت قبها وتون اللي دي قلت هذا. يعني أبسط شيء يعني دي بثقافتنا دلت هذا أو دي بتاريخنا واضحته. مثلا دي بثقافتنا احنا مثلا قلنا مسلمين صحابة قاموا لبلونا إلا ميتا إلا أثناء شوطة وثقافتك أقل يعني قلية الشرف ثقافتك قد تخجل عند بيلو. فمن ثقافتك اللي فنفنوك منا يعني تاريخك يعني دي للبا دي التلفزيون للبا دي للبا كل العكوس يعني القبائل دي منخفضات لهلا أو دي متاحف كمثال بيقولوا يعني كمثال بدوتهم 7 علوم يكوني انت اللي كل اللي ترى ممكن تقباته يعني من نفس الثقافات قد تكرهته وأبوهم قد يعني قدوتك قد يديهم كمثالهم قد تقبأ تحزي. فاللي كله يعني قبائل أراضي واللي كله نريل هنا يعني سكاننا مرتفعات من مدول اللي ببركة ودي بساحل اللي ساكنوا قراهنا الحرصة وكنايس بنو إلهم يعني من أردنا أفقرونا دي بأردنا قل نمبرو هدف بهم واللي صراعنا وجود يعني للغات تقرنيها ويتأمر إرترين تلبلوك إلهم معنا اللي كل صراعنا وجود هويتنا قل غيره وإثرياء هتوم كم سلنا أمور يعني بس دي على حسب لا تفكيرهم يعني إريتريا قلت تقريبا الأموراتهم. فيا أنت إريتريا تكبحها واحد ذيك كم سلام قبي يقعد أنت إريتريا تاني فدي بهويتك الحاربوك هلو وبثقافتك اللي اعترفوا وتاريخك اللي مسحوا أسك أسماء لا كان أماكن يقولوا غيره كل أسماء تقريبا هبوا اللي صراعنا وجود. فإحنا لمشكلتنا لتركيزنا كله دي سياسات ودينا مشكلة لا أحزاب لبا مشكلة لا شعب لبا يعني دي تهاجينا من قبل دي بلغة دي بدستور دي بحكومات دي بانتخابات دي بالتاهنا تهاجي لا تهم كله اللي تحاربنا له الدين لبا التعليم لبا الاقتصاد لبا كل سبب اللي تحاربنا له إحنا إلا نقطة الله قلنا ننتبه بلبنا يعني كله بنتعود بنا كله بنشقبنا دي تركيزنا كله بسياسات حواليناه ما أكيد من خسرت لأنه كل اتجاهات تحاربونا لو إحنا بقرب اتجاهات تحاربونا فإلا فلا قضيتنا عباية من سياسة عبي وبسياسة بس إن نتحارب بهم حق هذينا أكيد يعني بنتعود يكون فلازم كل اتجاهات بشكل. هذا أكليتو دريان بسياسة ووجود اللي حكوا إمبي مثلا إذا سياسة كما الدول جوارة ودول جيران دول دريان لسياسيين داخل إريتريا داخل لو وطنوا من دقبوا رأيهم هيبو لعارتو حتى ذي جيران توبيا دول دريان سامحا لهم كمن برأتو و سياسة قل دو قدروا هنا قل يعني مثل حكومة قل لنا شو قدروا فإحنا يعني سياسة ما تدول مبل قلنا يعني هل اللي فرز اللي هني قلنا سياستنا أو كسياستنا نبقى بس سياسة دي بدل دول المودة هني كفة رئاسة الشمس مثل دول جوارين هلا عند أسبابك كم صدق لا بيلكو أستاذ عمر يعني إحنا لنظامنا هنا يعني قد توصف هذه كم قد يعني كنظام كما أنظمة تدول أو قد تصنف هذه كنظام دكتاتوري قلت له دكتاتوريات حلفية أصلا دولة لا قانون دولة الغابة دولة الفرد الواحد حتى دولة الفرد الواحد لكن قانون جيد عنده قانون بتاعه لكن إحنا ذات حتى دولة الفرد الواحد قانون نايو نيتو يتأمر قانون نايو قانون مزاجي صحيح يعني كما أستاذ حسن بالتحديد بإليا
مثلا قد يكون قلنا مسلمين كما قلنا قضية وجودها وقل كل شعب إريتريا قضية سياسيتها مثلا التوجه من قبل يعني في جانب كبير من اللي هي أمان تقول لنا قبل ليه؟ لأنه دائما بلعنا المجتمع الإريتري كله مظلوم كل المجتمع الإريتري بلا فرد ولا نستثني يعني ما نفرد بإريتريا إذا لما من أسياس يعني ظلمي مضيه له لكن حاولنا لمسيحيين أو بيننا من قبل زلموا كإريتريين زلموا مسنا لكن المجتمع المسلم الثاني كلا مرات زلموا حتى مرات لأنهم إريتريينتم وحكاليها مرات لأنهم إريتريينتم ومسلمينتم كلا مرات واللي واضحته أسياس يعني مثلا كما قلب يلقى يعني دائما معارضات بيننا من قبل معروفة معارضات البرلمان تأتي وحكومات تعارض ومرات تاوت أن تخب وشعب الحر فنجيها معارضات فنجيها حكومة اللي تقول نظام معارضات ونظام نظام موالاة يعني للفهل لكن بيرتري حتى يعني أنت رأيك بيلقى من قبل قدام دائما يعني في طرفة مرة ربلك إريتريا ممكن نظام إريتريا دي بحلم كلا الحاسبك تحلم كلا اللي تنتبه جينا تتعاير تحلمك ومرة إيكنا تبل تحلمك نتبه الكلا لسجنت للنظام اللي توصفت يعني كنوع من المبالغة فبالتالي نحن دولتنا حريات أو دولة بالنظم التقليدية بقول وصفها لقدري كل نظام كما قلت لكم لكن سؤالي اللي هنا برضه يعني برضه عشان نكون برضه منصفين هل السياسة فورقية يمثل المسيحيين؟ لا سياسة فورقي في شخصه هو صح مسيحي وقد يكون هو وجهة نظره شايفة لكن بالعكس ده حيجيب يعني كما قلنا بيننا مضرة للمسيحيين أكثر من المسلمين لو وديته دي ما بيننا من قبل سياسة فورقي من المسيحيين وبالتالي أنا للدولة الجاية ما تقوم من قبل دائما يعني لو تنافس حر ومستقل قبل من قبل دي بإريتريا تتلقى لك ما تقدر يمكن أنا كمسلم أقول له بالله مسيحية أخي أنتم كفاية حكمكونا والدكتاتورية سنين هذين هي بكون فرصة دي بالله يعني هي تتهلت لكن في النهاية لسبب من تلفتنا سياسة فورقي لكن أنا كمسيحي مثلا اللي ودي يكون من قبل أنا ديني أحترم ومجتمعي أحترم واللي شعب إريتريا كله حتى منحوه حتى دي أنا منحوه وكله يعني مساواة حكموه وكل من يقربوه كل حقوقه يبقى يكون من قبل اللي مع مثلا ميتو اللي معناها وطنوا فتيو مجتمعوا فتيو بسبب ذاته نحن الفئات الثانية ممكن لقبيلة رئيس ولا ديننا رئيس وكل حاجة يا سلام تقول له باحترام وتقول حق قدر ليه؟ لأنه يا سلام مثلا يا تقرينيا زمانكم حنا أكبر حرية ركبنا والزمانكم حنا يعني فرصة على تقلوب لا أبدا ولا هي قلوب اللي لكم مثلا قبل كده بذكر السفير الصومالي عبد الله يوسف كان الله يرحمه من 10 سنوات تقم ما قلنا على السياسة فورقي لبلنا على أذى نفسه وأذى المسيحيين أكثر ما يأذي المسلمين باعتبار شوه سمعة المسيحيين فقد الثقة على المسيحيين المرتفعات بأنهم هم متعالين اللي قلوا وده الله أكيد يعني كلهم المسيحيين ينحمل لحنا صحيح وكلهم التقرينيين ينحمل لحنا بالعكس تقول لهم شوه الله عشان كده أنا كمسيحي مثلا إذا أنا مسيحي يحتم علي لو أخلاقيا إنه السياسة المفروض أكرهه أكثر من المسلمين لأنه شوه سمعتي وأمام مجتمع نحن في النهاية كله مجتمع ربنا مثل خلق يعني حتى ندر صحيح من أحب إلا لازم نتوافق مثلا نمبر بسلام وبتوافق نمبر وجبنا فأنا اللي تقارب واللي توافق اللي لا شرما فنجينا ولا سقط إلا العبد فنجينا السياسة فالسياسة المفروض المسيحيين أكثر من المسلمين لازم يعني اللي جابوه عشان يرجعوا ثقة المجتمعات الثانية أن السياسي يمثلنا نحن ولا يمثل بالعكس أزينا صحيح معاهدنا مسلمين قفلة وقاعد نشوف الكنائس كل الكاتدرائيات في إريتريا ما شاء الله ماشي وفي تخريج حتى في الجرائد الرسمية مدي وبالله كان معاهد مسلمين اللي تقفل إلا ميتوا
أنا كمسلم. أنا لما الجمعات كانت إجازة رسمية وإلا على الجمعة الناس تجبر على الأحد ميتوا اللي لسه اللي دي بالقلود دي بس صلاتنا في السلة طبقها وتتعاقب وقد يصل فيها للإعدام في بعض الحاجات عنت كان نتبه الكا في حين أن الأحد إجازته كلكم بيسألوا بيقولوا مديننا مسيحي جايز كالسلة دي أنا إلا اللي قلنا كمسلم كما قال أستاذ إبراهيم بلا سحاب جمل والأشياء يعني انتقاص قلنا مسلمين اللي تحصل هلا طبعا برضو كل مسيحيين يكون لفئات لنا سياسة زره ليت فتنة اللي يقولوا بالنجابه بنا. فاللي هو فعلا احنا مسألة وجود كمسيحي كمسلمين ومسألة سياسية وأخلاقية لابد أن يعني قدامان دبا طرا إقلاع ضدان دبا طرا وما إقلاق النجابه لبوه تقلب بالنسبة للمسيحية. فبالتأكيد حنا دولتنا أو نظامنا يعني نظام حكم كما أنظمات العالمية موجود يقول لك توصفوه لا هو نظام ديمقراطي لا هو نظام حتى الدكتاتورية ذات أخلاق يعني أحيانا بعض الدكتاتوريات يعني ما شاء الله تعمر البلد بعد الدكتاتوريات عندك حرية تمشي وتطلع لكن ما تتكلم في النظام تتهاجد بالنظام لكن تأدب لك وتقدم أيوة على الأقل فوائد يعني أسوأ دولة تتبهل اللي يضحك إريتريا مرات تو إريتريا تنافسوا كوريا اليوم تعبت قمر الصناعي بطحت كوريا الشمالية وصلت هددت العالم على الأقل ومجتمع في داخله يعني رغم أنه تظهر فيها أحيانا يعني برضو في دعاية مضادة تتأمر لكن حندعو أهلنا لا دكتاتورية تصنع الإنسان وتأهل الإنسان ولا الدكتاتورية تبني الوطن ولا الدكتاتورية تغني الشعب ولا الدكتاتورية تجعل الإنسان الإريتري وصحة ولا صحة لنا عافيته واقتصاده العلق الجلديس وقل الإنسان الإريتري وديت من حبذا ولا دكتاتورية يعني لكن احنا دي بمثلنا يعني أنا ونسال كفت حكا من قبل سجاد كنسي يا ريت ذاته سجاد يعني في أسوأ الحالات تتاهلوا ودي مساجدنا نخبنا علماءنا حتى الوزراء تهاجوا دباهم هو شالهم حتى موت حي السنة دي بقى في يوم يعني نموت دام يطبر ولا انك أبرا يطبر وعندس أما يعني ولاده يرأسك يوم يعني نفر أو ما دي بعدوه يتحابى رأسك يوم لا يقله تطبر فنحن قاعد نواجه سبحان الله يعني أحقد بشر كل الدنيا لأنا رأيكم لو توصفوه هي الشعبية والنظام السياسي والأمني كم سلولة اللي توصف هنا المفروض لتاريخ كله مسلسلات وأفلام لقبيته يعني بعد زوال النظام يعني. معلش أنا هجي أبزح كل بإجابة لكن أنا النظام الإريتري اللي توصف أستاذ عمر. حيثم مثل سيادنا مثل أستاذ محمد نور شمسي أستاذ حسن إبراهيم جميع وأستاذ إبراهيم عمر ودي اللي أنا مقابلة أولا كفال دي بلا تهم الله كلا كفال تسمى الثامن أقدر أتقدم قلتو أسكو نحن السلام.
هاي تمت تنسيتنا نا يوم برنامجنا قلنا تمام أخبار إقلت قمقلكم. تقليم تقراي الدواء وبعد أساسية لا تراديت إقليتي قابل هاللحذر ومنع وهتلسات ببايا مدرات دي معساك اللاجين عد حريش وما عيني للورترين لاجين منهم حد اسرى نفركم موتو منظمة مجلس كران حبرتم منظمة مجلس كران يوم اسرى حتى يناير بأساس لنشرة شريح بقلا لقلة عالج لا قدر أمراض أبو لا دمعوا أنفار بيري كيف سراي ما يتهلو تبل حبرتم موتنا اللوم حد إسرا لقبورترين اتقبت ورح وسليتا سود فتكم هليت اندي حبرت لمنظمات اتمع ساكر لعليا عيادات بإيركيب دواء من أسلافات اللي ورح يناير كم دبايا ولا مسألة بشفاق حلول إيركبت من قبي دي مع ساكر لاجين التقراي للورترين زياد مدرة قلت تعري أبوهم كمتو يونايت HCR حزرت هليتم التحلف السنة كلي 1010 وحتى هولندا زياد 1520 لجوكم تلبو تغريرنا إلى دولة الشرات لبل شنغن للت بهالموقع أخبار حبرام بأساس لا تقدم تغيير التحلف السنة كلي 1010 وحتى أسك هولندا لجولا قدموا إريترين 1507 وسيسد قبوم منا دي بهولندا لجوء لا قدموا مواطنين لتفنات دول إريتريا 5 درجات كم تترتب من أولي تسكرها بعيد دولة هي سوريا أفغانستان تركيا ويمن كم لترتبها لتركبت حبرت أفهم أنبل الليما دي بسنة كلي 1010 حتى بهداي ومتكم كم عائلات 58 إريتريين هولندا كما تو تأمرام اللي كنا تنتو دي دولة نرويج لجوء سياسي تطلبوا دي بقى دولة نبرل علو ودي مناسبات حكومة الشعبية لشاركوا السكرتريا قلت الرزو 6 فاقركم هلا لتأمرم حيثم التنسيق كريس أيوب لا أقول يوم الدولي يوم لعنا برنامجنا دي بلتهم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي جمعة حريت إن شاء الله أبعد برنامج أقول نمسكم تو أسكو دحنا اسمنا